رغم فوز برشلونة على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، هنالك 3 أخطاء تحكيمية في المباراة أعلن عنها الحكم المعتزل ماتيو لاهوز. والخطأ الأول هي لقطة هدف جونزالو غارسيا، حيث أن الحكم قام بمنح 3 دقائق وقتا بدلا من الضائع، وكان يجب أن ينهي الشوط الأول بالدقيقة 48، ولكن المباراة استمرت حتى الدقيقة 53. هذا أمر جنوني، حيث أن الحكم يجب أن يلتزم بالوقت الإضافي، وهذا ما أغضب هانوي فليك، وكان يشير إلى أن الوقت قد فات. والخطأ الثاني، الحكم قام بمجاملة ريال مدريد في هذه اللقطة، وكان يجب طرد إسينسيو لأنه قام بتدخل متهور جدا على ساق بيدري بدون كرة. نعم، إسينسيو استحق الطرد لأنه قام بخطأ تكتيكي وليس خطأ وارد وعادي، ولذلك لاعبون برشلونة كانوا غاضبين. الخطأ التكتيكي يكون مثل حركات بيدري مع فينيسيوس جونيور، هذا هو الخطأ التكتيكي وليس كما فعل إسينسيو. والخطأ الثالث، قال ماثيو لاهوز إن طرد فرينكي دي يونغ فيه مجاملة واضحة لريال مدريد، حيث أن الحكم لم يتردد لحظة في إشهار البطاقة نحوه. إذا راجعنا اللقطة سنشاهد أن التدخل كان عاديا على الإطلاق ولا يرتقي للطرد المباشر أبدا. وفي النهاية ريال مدريد كان هو الأكثر استفادة من القرارات التحكيمية في هذا اللقاء، ولكن على الرغم من التحكيم المجامل لريال مدريد بقوة، فازت برشلونة وحققت كأس السوبر الإسباني.